لو انت جاي قريب ميونخ في المانيا فالفيديو ده ليك. في الفيديو ده هنتكلم على تفاصيل اسعار الحاجه عامله ازاي، المده اللي ممكن تاخدها عشان تلف البلد كلها، المواصلات عامله ازاي، كل حاجه فيها، تاريخها، اشهر الميادين، كل حاجه هنتكلم فيها في الفيديو ده. ولو انت مش مسافر فخلينا كده نبتدي سلسله ان كل بلد ازورها اشارككم فيها تفاصيلها كانك بالظبط زرتها. ومن اهم الحاجات اللي بتقيم البلد وتشوف حلوه ولا وحشه شكل مواصلاتها، جودتها، مواعيدها، شكل الاساس بتاعها وكل حاجه. فاول حاجه هنلاحظها هنا في ميونخ ان المواصلات فيها شكلها عامل ازاي. اولا المواصلات هتلاقي كده شكلها معظمها لونها ازرق او لبني، جايه من العلم بتاعها. هنا ميونخ اللي هي المحافظه العلم بتاعها هتلاقوه اسود في اصفر، والعاصمه بتاعت الميونخ اسمها بافاريا اللي هي البايرن يعني، ودي علمها ابيض في ازرق، فهتلاقي من كل حاجه عشان كده لونها ابيض في الازرق او اللبني اللي هو علم البافاريا العاصمه. فده شكل كده المترو، شكله جميل جدا، الترام بتاعها تحفه، المواصلات برضو تحسه كده متعوب فيها فشكلها رهيب، وكمان مواعيدها احسن من يعني في انتظامها من باقي المدن اللي موجوده في المانيا. بالنسبه للمعمار وشكله، المعمار شكله حلو قوي، هو مش احسن معمار شفته في اوروبا لكن من ضمن الاشكال المميزه جدا. يعني تخيل انت ماشي كده في الشوارع هتشوف مثلا الستايل ده كده والستايل ده في الشوارع العاديه خالص، ف حقيقي من الاشكال الجميله قوي. وانا ماشي شفت بوابه شبه بالظبط بوابه برلين اسمها برو بيلان، والبوابه دي موجود جنبيها متحفين، متحف مجوهرات والناحيه الثانيه عباره عن متحف اثار، كلها ماخوذه من الشكل اليوناني والروماني. والمكان ده اسمه ميدان الكونيش بلاتس او ميدان الملك. ده كان من الميادين الموجوده المشهوره. روح بقى للميدان اللي فيه كل حاجه اثريه. لو انت لفيت الميدان ده انت كده خلاص خلصت تقريبا ميونخ، فيها كل حاجه. الميدان ده بنسميه مارين بلاتس، بلاتس اللي هو ميدان، وجاي من مارين اللي هو من ماريا اللي هو السيده العذراء اللي التمثال بتاعها موجود في نص الميدان. الميدان ده فيه كل حاجه، هتلاقوا فيه مبنى البلديه الجديد وجنبه مبنى البلديه القديم، وطبعا هنلاقي العلم بتاع بافاريا في كل حته. فده الودان اللون الكبير ده خالص اسمه مبنى البلديه الجديد اللي بيسموها نويس رات هاوس، والناحيه الثانيه ده اسمه الالتر راين هاوس اللي هو مبنى البلديه القديم. وهنلاقي كمان جنبيها في 3 كنائس، الكنيسه دي اسمها كنيسه بيتر، وفي كنيسه جنبيها اللي هي جنب المبنى القديم اللي هي كنيسه الروح القدس، وفي كنيسه بقى كنيسه السيده العذراء. ال5 حاجات دول هم الاماكن الاثريه اللي في المدينه. نيجي لأول حاجة خالص اللي هو مبنى البلدية الجديد. ده مبنى كبير جدا فيه 43 جرس و32 تمثال، مبنى عملاق عملاق. المبنى ده هنلاقي فيه أشهر حاجة موجودة في نصه اللي هي الجلوكن شبيل. كلمة جلوكن اللي هو زي اللي هو جرس، وشبيل اللي هو عزف أو لعبة، فاللي هو عبارة عن الساعة اللي هي عبارة عن تماثيل بتتحرك، ودي من أشهر الساعات. لاحظ ان كل كنيسة او كل مبنى من البلدية فيه ساعة، لكن الساعة الوحيدة اللي فيها تماثيل وبتتحرك هي الساعة اللي قدامنا دي اللي هي الجلوكن شبيل، الساعة اهي. وده بيبقى فيها عروض يومية بتتعمل الساعة 11 و12، وفي كمان ميعاد بيكون بالليل بيكون في حركة للتماثيل دي. وانا صورت فيديو كامل عن العرض كله الموجود للساعة وهي بتتحرك. فمن الاشكال الجميله قوي دي اكتر حاجه مميزه في البلد كلها اللي هي الجلوكن شبيل دي اللي هي الساعه اللي قدامنا دي، وده جزء من المبنى بتاع البلديه الجديد. ده هو شكله كده بتفاصيلها. ولاحظوا ان تحت كانت الاول مقفوله وبعد كده فتحوا البوابه دي، فتعالوا كده نخش نشوف جوه عامله ايه. لما دخلنا جوه ده شكل بقى كده ايه لما تعدي من الفتحه بتاعه الجلوكن شبيل والبلديه بتلاقي الشكل كده. لاحظوا المبنى البلديه ده هو مبنى فيه موظفين شغالين وفي ناس كتير شغالين، ده مبنى البلديه زي مبنى الحي كده، لكن هم فاتحين جزء صغير بس اللي احنا شايفينه ده. وانت ماشي هتلاقي فيه اللوحه دي او الشكل ده والشكل ده كمان، وده عباره عن كاتبين فيه الاماكن اللي هي صديقه لميونخ وتذكار ليها. وانت ممكن تطلع المبنى العالي اللي هو البلديه تطلع فوق، دي الناس كده مستنيين دورها عشان خاطر يطلعوا فوق، بتقطع تذكره وتطلع فوق. وده مبنى البلديه القديم. مبنى البلديه القديم ده مبني سنه 1470، لكن مبنى البلديه الجديد اتبنى سنه 1867 ونقلوا بقى فيها كل الحاجه والشغل نفسه وكل حاجه، لكن حافظوا على المكان القديم، رمموه خلوه زي يعني شكل اثري كده. ده شكله
بالظبط. وعلى طول لما تبص جنبه على طول كده هتلاقي مبنى ضخم، دي كنيسه الهاي هايليك جايست، اللي هي كنيسه الروح القدس. دي كانت في الاصل عباره عن مستشفى، وده شكلها من جوه. طبعا انا كنت رايح يوم حد، فكانت الكنايس معظمها هي مقفوله، يا تخش بس عشان تصلي ما تصورش. دي تاني كنيسة، ودي أشهر كنيسة، ودي أقدم كنيسة اسمها ألتر بيتر. وسموها كده عشان خاطر هي أقدم كنيسة، فسموها كنيسة بيتر القديمة. وده شكلها رهيب 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 رهيب. حي من جوه. وكمان الجزء اللي هو المسبح او الهيكل من قدام شكله خرافي. كانت بلد اتعلمها في السفر ان الكنايس، في بعض الكنايس بيكون دخولها مجاني، وبعض الكنايس بيكون فيه تذكره. فانت لو مسافر في يوم في قداس زي السبت او الحد الصبح، فانت تبقى متوقع يا اما الكنيسه هيكون محدش يدخلها، يا اما هيكون دخولها بدون تذاكر، فدي حاجه حلوه. لكن ممكن يمنعوك ان انت تصور او تعمل حاجه، فتبقى انت متوقع لو انت رايح تزور كنيسه وفي تيكت، فلو رحت السبت او الحد الصبح فممكن تدخل بدون تيكت، فدي ميزه، او هيمنعوا ان انت تدخل خالص، او هتدخل بس مش هينفع تصور. اول ما تطلع من الكنيسه هتلاقي اشهر كنيسه فراون كيرشا، اللي هي كنيسه العذراء، ودي مشهوره جدا بالبرجين الخضر المميزين بتوعها دول، بيسموهم برجين توأم كده. ودي برضو من الكنايس المشهوره جدا، وده شكلها من جوه. وكان برضو وقت خلاص الصلاه هتبتدي، فيعني كان وقت اللي هو مفيش يعني خلاص 5 دقايق 10 دقايق كده وهيبداوا يصلوا. وبعد ما تطلع من الكنيسه هتلاقي هنا بيستغلوا المكان السياحي، يخلوا دايما فيه بقى ايه، مطعم، حاجات كده، مكان مشهور. فده شكله. وده كان اشهر محل ايس كريم معروف في البلد. وتعالوا كده نبص على اسعار الحاجه عامله ازاي. انا اتصدمت لما شفت الاسعار، مع ان دي منطقه سياحيه، لكن لقيت الاسعار مش غاليه مقارنه باسعار باقي الدول، عادي خالص. يعني انا كنت متخيل يبقى اسعارها غاليه، لقيت الحاجات دي كلها شايفين اسعار عامله ازاي، هتلاقوا مش غاليه. وكمان الايس كريم هنا اهو، الايس كريم كاتبين اللي هو الايس كريم لو انت هتاخد بوله واحده او كده 2.7 تقريبا يورو، لو انت هتاخد 2 هيبقى في سعر 5 وهكذا. فسعر 2.7 ده مثلا لو هنقارنها مثلا بالسعر المجري فتقريبا 700 فورنت. اليورو الواحد 350 فورنت. فده سعر الايس كريم هنا اغلى من اللي موجود، يعني سعرها رخيص جدا. انا جبت ايس كريم وكان طعمه بصراحه رهيب رهيب، يعني تحس كده الايس كريم بجد حقيقي فعلا. وما تنسوش طبعا تجيبوا حاجه تذكاريه ليك او للي حابب تجيب لهم حاجه. وبعد كده رحت السوق، وده سوق مشهور جدا هناك اسمه فيكتوالين، لكن برضو عشان خاطر رحت يوم الحد، فالحد انا فوجئت ان البلد مقفوله بمعنى الكلمه. يعني بص كده هتلاقي السوق كله هو عباره عن السوق ده اتعمل لاول مره سنه 1800 وشويه، وكان معمول سوق عباره عن سوق كده زي اكل بسيط، وبعد كده بدا بقى يبقى مشهور واحده بواحده لغايه لما بقى مكان عباره عن زي اكشاء كتيره كده سياحيه. وطبعا مشهور جدا بره الحنفيات اللي تشرب منها، ودي ميه تنفع تشرب منها. والشكل ده هو عباره عن برج عالي كده او زي حاجه عاليه في وسط السوق اللي هو التذكاري الموجود ده. طبعا في الايام العاديه بيكون بقى عباره عن اكل كتير. ودي شكل كنيسه الروح القدس، وجنبيها كنيسه بيتر اللي هي على الشمال دي. وده كده شكل برضو مميز، كان يعني بيقولوا عن الجبنه بتاعتهم. وده كان عرض عاملينه في وسط الميدان، كان حلو قوي. بصوا كده واحنا في نص العرض ده موجود فين، هتلاقوا في وسط الميدان اللي هو مارين بلاتس، اللي هو جنبه هو زي ما قلنا مبنى الحي القديم ومبنى الحي الجديد اللي قدامنا ده، وفيه الساعه. فكل حاجه موجوده. وزي ما قلت لكم القفله هنا قفله بجد، يعني وصلت ان مثلا ليدل اللي قدامنا ده او المول اللي داخله ده، ليدل مثلا في المجر وغيرها يوم الحد شغال عادي، لكن ممكن يكون مش كل فروعه شغاله. لكن فوجئت في المانيا مفيش فرع فاتح، كله قافل. حتى ده مول كبير دخلته خلاص مفيش اي حد خالص، مفيش غير انا وكل المحلات قافله. فدي كانت من الحاجات اللي شفتها. وبرده من الحاجات اللي لاحظتها ان هناك العجل منتشر بطريقه بشعه، لكن اللي ضايقني شويه ان العجل محطوط بطريقه مش شيك كده. يعني المفروض يحطوا مثلا في معظم الدول بيبقى العجل مترتب كده مش كتير قوي لكن منتظم، لكن هناك بصراحه لقيته بشكل شويه عشوائي، فده مش الطف حاجه. طبعا البلد كلها نافورات، وبرده ده كان في وسط الشارع كده.
فالنافورات هناك منتشره جدا. ده فيديو كده سريع لميونخ. فاضل اخر حاجتين، فاضل اقول لكم سر، وفاضل اقول لكم قد ايه المده اللي انا شايفها كافيه جدا تزور فيها ميونخ. نبتدي بالمده الكافيه. انا شايف ان المده الكافيه 3-4 ساعات كافيين جدا تزور. هي المدينه عباره عن ميدان مشهور تغطيها في 3-4 ساعات، لكن لو انت مش عايز تسيب حته في المدينه كامله فلا، ممكن تبقى محتاج منك يوم كامل. لكن لو عايز تزور بس 70% زي اللي عملته ده كافي جدا بالنسبه له 3-4 ساعات. بالنسبه للسر اللي عايز اقوله لك، انا عايز اقول لكم اللي انا كل الزياره دي عملتها، وكانت ميونخ بالنسبه لي هي مجرد محطه ترانزيت في سفر المدينه تانية. يعني كل ده عملته في 3 ساعات بتوع الترانزيت. فعشان كده باذن ربنا هعمل لكم فيديوهات ازاي تعرف تستغل سفرك وتطلع بالسفريه باحلى ذكريات واكتر مده، وازاي حتى تستغل الترانزيت بتاعك. فما تنسوش تعملوا لي متابعه ولايك كل حاجه، عشان خاطر باذن ربنا هبقى اعمل فيديوهات تشارك كل التفاصيل، ازاي تعرف تسافر، ازاي تعرف تحصل على منح كويسه، وازاي كمان تشارك في الرحلات لاي مدينه تانية. تابعوني.